مرحبا بكم احباء النادي الافريقي، سعيد جدا بالتواصل معكم. طالت غياب الحقيقه عوده البطوله الوطنيه لكره القدم، طولت شويه، بدات تطول شويه التريف هذايا. الحقيقه توحشنا اجواء فرع كره القدم للنادي الافريقي. على كل نجيو اليوم بعض الاخبار باش نحكيو فيها، ولو ان هي متداوله. لوكا قلالش والتجديد تفعيل البند من عدمه، كذلك قرعة كأس تونس اللي باش تجمع النادي الافريقي باتحاد تطاوين، في تطاوين بالذات نجيب الخطاب، ملعب نجيب الخطاب. وكذلك الحديث على جماهير النادي الافريقي اللي باش نبداو بها كما قاعدين تشاهدوا تصنع الحدث في استئناف التمارين البارح المفتوحة للجماهير. كما قاعدين تشاهدوا بعض لقطات من الجماهير اللي مشات تساند في التدريبات، مع العلم انه الطاقم الفني للنادي الافريقي خير على انه ما يعتمدش مباريات وديه في الراحه هذايا. خير انه يطلع ثلاثه عناصر من فرع النخبه يدعم بهم الفريق في الفتره هذيا في التمارين، وربما يحاول يعول عليهم. الحديث على محمد نيزك، الحديث على حمزه العبيدي. دونك فما دو تروا جوور كي اون انتغري الفريق الاول. بون بالنسبه لوضعيه المباريات الوديه من عدمه، كل واحد كيفاش يشوف. انا معاه الحقيقه المباريات الوديه، وربما مش لازم مباريات وديه تكون ضد فرق قويه وين باش الفا تيبويزي فيزيكمون، ولا تلزك باش انك تلعب 100% وانت تحب تعمل ريكوفري. لانه علاش اغلب المدربين هو فما زوز انواع، فما اللي في الراحه البرولونجي يحب يلعب دي ماتش اميكو، يقول لك نحب نشوف جواريتي اون كومبيتيسيون اكثر منه في لي ماتش دابليكاسيون، خاطر يقعدوا ديما دي ماتش دابليكاسيون، خاطرك تعرف الادفيرسير اللي هو زميلك في اللعبه الفيزافي نتاعك ماهيش نفسها كيما تلعب ضد فريق اخر. ومن نوع الاخر يقول لك انا لي ماتش دابليكاسيون يلزم يتنافسوا في بعضهم، وان ميم طون اقل درجه من الارهاق او الاصابات او كل ما شيء من هذا القبيل. بالنسبه للمباريات الحقيقه الوديه، تنجم عاده تختار فريق ينقصك درجه ولا حتى درجتين، تجيب فريق درجه ثانيه او درجه ثالثه تلعب معاه. مثال قربة اللي عندنا علاقات باهيه، خذينا من عندها صادق بن محمود وزوز لاعبين اخرين. نجم تعمل ماتش اميكال في السينيور ديفيزيون 1 ديفيزيون 2، ماهوش باش يكون ماتش يتعبك ياسر، وانما يمكنك باش انك الهدافين نتاعك او المهاجمين نتاعك يلقاو لي سونساسيون تاع الشباك، يعاودوا يتصالحوا مع الشباك. في اعظم الحقيقه انا خلطت عليها حتى ريال مدريد في البريباراسيون 2017 تلعب ضد دي زيكيب اوسبيتالييري، واحد ديفيزيون 2 وساعات ديفيزيون 3، دي ماتش اميكو باش لي زاتاكون تاعها يماركيو بالتريبلي بالكوادريبلي، وبذلك يبدا يرجع نوعا ما الثقه في روحه. خاطر هذاك باش يكون مهم ومهم جدا انه يرجع لي سونساسيون نتاع ضربان الكره في الشبكه. بالطريقه هذيك يخلي روحه يعاود ياخذ ثقه في نفسه. تقول لي انت ايه ما ماركاش ضد فريق كبير، نقول لك اوكي، لكن الاهداف تجيب الاهداف. يقعد مباراه وديه في مخه، لكن تعاونوا على انه يرجع للتهديف. ما تمتش هذا، كنا هذا نجموا ريكونسيليو بيناتهم، يعني نلقاو كومبرومي بين انه فريق باش يرتاح كومبليتمون ولا يلعب مباريات وديه من اعلى طراز، لكن نجموا نلعبوا مع فرق اقل درجه فوار درجتين، ونحافظوا على اللياقه البدنيه وان ميم طون على الكابيتال بيوت، معناها الاهداف، خاصه في ظل الاشكال الذهني اكثر منه حاجه اخرى للمهاجمين. بون من غير اطاله في هذا الاطار، الجروب سودير، فما اجواء طيبه في التمارين الحقيقه، وليزيكو وحتى العباد اللي مشات نجمت تلاحظ الشيء هذا. لكن الاشكال هنا ربما على تمديد او تفعيل بند عبد الملك قلالش. تعرفوا موقفي من اللاعب هذايا من اللي جاء الحقيقه متوسم فيه خير، ولازلت لاعب عنده بوتنسيال تكنيك محترم ومحترم جدا، وعنده خاصه مارج دو بروغريسيون. كي نبدا نحكي على قلالش والصادق بن محمود والمسماري اللي هما اكثر عباد لاعبين حكيت عليهم، هم ريشار بوادو في القناه هذيا، خاطر نمن بالبوتنسيال نتاع
لا جونيس كي يبدا ملاعبي عنده لي كاباسيتي في عمر معين راهو قابل ياسر للتطور، كي يبدا عمره 18 19 ماكسيموم 20 سنه، في الترونش هذيك ينجم يتعلم برشا، يتسمى البوست فورماسيون، يقعد حتى في السينيور يبرفكسيوني وينظف في لعبه. دونك ماهوش نفس اللاعب اللي باش تلقاه في 3 و4 مواسم اخرى باش تلقاه زاد تحسن وزاد تستقل كما احنا نقولوا. عبد الملك قليل شون فوزي بارتي بالنسبه لي انا، لا توش تكنيك موجوده، لا فولونتي ديما دالي فير لافون ويقدم القدام موجوده. كانت عنده بعض لي لاكونا والنقائص في الناحيه البدنيه وفي لو ريبلي ديفونسيف، معناها العوده الدفاعيه، كيفاش لي نوسيون تاع التغطيه. تصور كانوا ينجموا يتخدموا الى حد الان، ينجموا يتخدموا معناها لي زاكس هذوما بارتين، معناها يقعد يصلح فيهم لين يلقى حل يعني ويتحسن في المردود نتاعو. ربما كان من الاجدر حسب رايي انا ابقاء عليه وتفعيل البوند ابريتو يتكلف حوالي ذولي 150 ألف دولار، ما يقارب 450 مليون تونسي. صلحوا لي في لي كومنتير اذا كان يغلط. دونك ماهوش مبلغ كبير ياسر بنفس المبلغ اللي شرينا به المسماري، دونك ماهوش مبلغ كبير ياسر اللي يخليك انك تستغنى على هذا اللاعب. بون ربما هنا الاشكال كما قلنا يجي ياما من الاداره او من اللاعب. الاداره ربما سمعت بعض الاصداء انه الاداره ما حبتش، ماهيش مقتنعه به للموسم الفارط المقبل، عفوا، معناها انه باش يكون تابع المشروع. ما تصورش على خاطره ملاعبي ممتاز، نتمنى لا على كل حال، خاطر لاعب كان كما قلنا عنده بوكو دو مارج دو بروغريسيون وينجم يتحسن برشا. وحتى الخمسه مباريات هذوما اللي مازالت في البطوله مع مباراه الكاس، الحقيقه مباريات الكاس يلزمك الفريق يكون حاضر باش يكمل لاخر الموسم. ما نجيش انا وسط الموسم نحي سلاح بيدي، خاصه وانه توا فرضنا ما انه التجديد ما تمش وغير مقتنع في الخمسه مباريات هذوما. هل انك تنجم تعول عليه باش يلعب والحال انك عارف انه اخر في جوان باش يرجع لفريقه؟ هل انه باش يكون موتيفي؟ ولا هذوما حاجات ما نجموش نعرفوهم في نفسيه اللاعب. فرجاء التعامل بذكاء مع لاعبين. عديد من اللاعبين فان كونترا ديسي جوان، نحكيو على الصرار في ربما العبيد على ما اظن، يعني وضعيه ان بو سنسيبل نحكيو فيه، معناها في اداره تتلم الامور، خاطر نستغلوا الفتره نتاع التريف هذه نحسبوها عباره تريف نتاع ميركاتو، وتركح امور العقود نتاع اللاعبين اللي تراهم انهم يكملوا معاك. وني الحديث حسب رايي على حمدي العبيدي، معناها التجديد مهم جدا. ف نختموا الفترة هذه باش تتصلح الأمور الإدارية اللي هي عادية جدا. ختاما، اتحاد تطاوين هو اللي باش يكون منافس النادي الافريقي في كأس تونس. فريق باش نقول لكم محترم، وما الفرق الكل محترمة. عملنا معه واحد شيء هوني في رادس بالذات، تيمي وقزمير قلقونا برشا في الهجمات المعاكسة. مباراة تتحضر كما ينبغي، عبارة مباراة بطولة الحقيقة، ما فماش فرق كبير. ربما اتحاد تطاوين تلعب على تفادي النزول وتقول انت ماهيش باش تكبش في مباراة كاس. انا ما نمنش بمثل هكذا تفكير. الحقيقة يلزمك تعرف كيفاش، خاصة وانك باش تلعب بعدها بجمع مباراة البطولة. دونك الاستئناف باش يكون مباشرة بمباراة الكاس. تتحضر كيما المباريات الكل أبارتير من الأسبوع المقبل، تحضيرات لبقية المشوار. في ما بقى لي كان باش نشكركم على حسن المتابعة. نتقابلوا في فيديو آخر في حلقة أخرى.